4-0 حضرت في مباراة ودية 2014، مباراة ودية التي لعبت في الملعب الدولي لمراكش 4-0 للمنتخب المغربي، وكان في 4-1 ضمن تصفيات كأس افريقيا 2021 امام افريقيا الوسطى 4-1. اليوم لو يسجل الهدف الخامس ستكون اكبر حصة للمنتخب المغربي في تاريخ مواجهته امام منتخب افريقيا الوسطى. اقول لو سجل الهدف ان شاء الله يسجل الهدف الخامس. كوندوبيا الذي يتلقى البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. إذن سنتابع ضربة الجزاء. سفيان رحيمي هو من يستعد للتنفيذ. سفيان، لحظة التركيز يا سفيان قبل تنفيذ ركلة الجزاء. سفيان امام الحارس يوفيغان. سفيان يوفيغان الإشارة تأتي من الحكم الغامبي. سفيان جول الخامس مغربي. نعم، سفيان رحيمي مهاجم نادي العين الإماراتي دون ثاني أهدافه مع المنتخب الوطني الأول في حضور رقم 13 مع أسود الأطلس. هو يسجل من علامة الجزاء بذكريات ركلات الجزاء في أحلى بطولة دورة الألعاب الأولمبية. هناك استطاع نجم سفيان رحيمي، وهناك نعم زأر أسد الأطلس سفيان رحيمي بأهدافه، لأنه الجوليادور التاريخي للنخبة المغربية في دورات الألعاب الأولمبية. فعل هناك في